شوف الله سبحانه وتعالى عندنا واحد جوج المشاهد. المشهد الاول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غادي ننزل عليك القرآن وخدمه وحضيه وبلغه ودير المجهود وجاهد باش توصل لهم. هذه وحده. والثانيه فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلعلك باخع نفسك على آثارهم وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بشوية. هذا المنهج خصنا نتصرفوا به داخل الأسرة. أنا كولد أو كأب أو كأم يخصني اللي عليا نديرو وأسأل النتيجة من الله عز وجل، وهذا يغيب عنا هذا الجانب. والدليل كنقول واحد القصة ديال الحب عرفها التاريخ فريدة من نوعها. قصة حب من أجمل وأحسن وأعظم حب وتقدير واحترام وتولي. قصة عجيبة جدا. كانت هذه القصة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصية أخرى ليست مسلمة بالمرة، وإنما شخصية كافرة، هي عمه أبو طالب. قصة رائعة. شتي كيفاش كان داير العناية والاحترام والتقدير والدفاع والنضال والتضحية من أجل الآخر. كيفاش كان التقدير والتشريف والتعظيم والمحبة والمعزة. ولكن جهده قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا مكتملا، لكنه لم يكتئب يوما ما، ولم يتنرفز يوما ما، ولم يقلق يوما ما، ولم يسب ولم يشتم يوما ما، وإنما ظل محافظا على علاقة الحب مع عمه إلى النهاية. الحب والتقدير اللامتناهي، وكان ذلك متبادلا بينهما حتى انتقل إلى الله سبحانه وتعالى وهو كافر. وهذا الشيء ما عقدنا سيدنا رسول الله ما والو. تابع عمله عليه الصلاة والسلام بامتياز بانخراط، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما، وظل طول حياته ماسكا بهذا الهدوء وبهذه الحالة النفسية التي بلغت قمة في التوازن. هذا عمه. بمعنى راه كان ممكن نشتوا الأسرة. دخل واحد واسمع انت راه عيس معك وهذا رمضان دخل، راه عندك 14 عام وديك الصلاة كتبان لي تضرب وتخطا، والله المرة الجاية وتقول لي امك ما تصليش تندير ونفعل ونترك. ما أسلوب هذا بالمرة أبدا. ليس أسلوبا بالمرة أبدا. ماشي أسلوب. البديل خصني بالفن نخلي ولدي يدخل يصلي بالتي هي أحسن. وراه بدينا حسب تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم على 7 سنوات، وملي كنقولوا 7 سنوات خصنا نعلموه الصلاة، وفي 10 يمكن لينا نمارسوا معه الضرب، طبعا الضرب بمفهومه الحضاري المتميز. كاين بعض الآباء ولده يدير 7 سنين يقول له شحال عنده هذا مع 7 سنين وشهر، خصك تصلي يا ولدي، خصك تبدا تصلي، هذه هي الهضره ديالو، خصك تصلي ما خصك. ضرب عام كيصلي هذا الولد، واحد المره صلى نهار اللي ديتو في العيد وصام بقى يصلي، ولدي ودني منك راه 8 راه عام نورمالمون خصك تكون مصلي. وصل 10 شي نهار طلعت ليه جاب المشاكل من برا وهذا، وطلعت ليه الهشاميه وعطى لولدو شي سليخه ديال العصر. لا، التربيه استمراريه مطلقه، والنتيجه طلب الله. استمراريه بالهدوء وبدون اعصاب، بالراحه. ولدك دار شي تخربيقه، شد ولدك عنده نقولوا 11 عام يلعب يتنطر من هنا ضرب واحد الفاز ما عرف شحال باش تريزو طاق هرسو. اغلب تصرفاتنا واخا الجن اولا غنمشي له تما نعطيه شي لعيبه نرحمو، وثم ما نتكلموش على العفريت ونبقى عاقل عليها عام
كاين اللي تشرف تعقلنا اللي يرس التلفاز، كاين اللي يرسو في 11 عام وتبع امو با تدير 30 40 عام تتزوج. وما عقلتي ذاك الفازلين اللي ضيعتينا والله باقي في خاطري واكلني. لا من شروط التربية، واسمعوا نقولها لكم، كل صباح صباح جديد نسالوا ورق الكحل ديال ولادك وبناتك كل صباح. كاين اللي حط ولدو بحال شي عدو كيتقاتل معاه، انا راه محمقني راه كنبات نفكر انا كي غندير معاه. خصك تصبح وانت مفيدي خاوي. كل صباح بدا مع ولدك على انه احسن ولد في العالم واظرف ولد في العالم، بدا مع هكا. وإذا استمرت بهذه الطريقة بإذن الله السميع العليم ستنجح وستحقق أحسن نتيجة يمكن أن تحققها مع أبنائك أو يمكن أن يحققها شخص مع أبنائه. احنا ما كنقولوش السيبة ممنوع، لكن لا نقول العنف ولا نقول الأساليب الغير السوية بالمرة.